نروح لفقرة الأسئلة ونجاوب على أهم الأسئلة اللي بتتسأل عن الديفارول حقن. أول سؤال: هل حقنة الديفارول مفيدة لهشاشة العظام؟ هشاشة العظام أو الأوستيوبروزس دي واحدة من الحالات الصحية اللي بتسبب ضعف العظام وزيادة قابليتها للكسر، وبيزيد حدوثها مع تقدم العمر. وطبعا استعمال الديفارول حقن أو مكملات فيتامين د بيساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وده مهم لمرض هشاشة العظام لأنه بيزود من كتلة وقوة العظام وبيخليها مقاومة للكسر والهشاشة. تاني سؤال: هل ينفع نستخدم الديفارول للتخسيس؟ والإجابة إن بعض الأدلة بتشير إلى إن مكملات فيتامين د بتعزز من فقدان الوزن وبتقلل من دهون الجسم، لكن الدراسات تعتبر متضاربة، لأن بعضها قال إنه بيسبب خسارة في الوزن وبعضها قال العكس وإنه بيزود الوزن. عشان كده الدواء ده لا يستعمل في الأساس لغرض إنقاص الوزن، إنما بنستخدمه لعلاج نقص فيتامين د بس. ثالث سؤال: هل حقن الديفارول مفيدة لعلاج الكساح؟ والإجابة هنا إن الكساح أو الريكتس هي حالة بتأثر على نمو وتطور العظام عند الأطفال، بحيث إنها بتسبب آلام العظام وتأخر النمو وسهولة التعرض للكسور، وده بيؤدي إلى تشوه العظام. وللعلم الأطفال بيصابوا بالكساح، إنما الكبار بيصابوا بحاجة شبهها اسمها لين العظام أو الأوستيوماليشيا، وسبب الكساح هو نقص الكالسيوم وفيتامين د. عشان كده في الحالات دي لازم نستعمل فيتامين د والمكملات اللي بتحتوي على الكالسيوم عشان نقوي العظام ونحمي الطفل من الإصابة بالكساح. رابع سؤال: هل في تدخلات دوائية لحقن الديفارول؟ والإجابة هنا إنه يعتبر مفيش تدخلات واضحة، لكن خد بالك إنه لما تستخدم الديفارول فممنوع تستعمل معاها مكملات بتحتوي على فيتامين د، وده عشان تتجنب زيادة الجرعة عن الحد المسموح. كمان خد بالك ما تاخدش مكملات كتيرة بتحتوي على الكالسيوم، وده عشان ما يسببش زيادة في مستويات الكالسيوم في الجسم. خامس سؤال: هل حقن الديفارول مؤلمة؟ والإجابة هنا إن الديفارول لو اتاخدت في الموضع الصحيح ما بتسببش أي ألم، لكن الطبيعي إنك تحس ببعض الألم أو الحرقان بعد استعمالها. سادس سؤال: هل يمكن استعمال الديفارول عن طريق الفم؟ والإجابة هنا إن الدواء ده في الأساس اتعمل عشان يتاخد في العضل، لكن بعض الأطباء ممكن يوصفوه عن طريق الفم في بعض الحالات، لكن طبعا الحقن بتكون أفضل. سابع سؤال: هل حقنة الديفارول بتسبب حساسية؟ والإجابة هنا إن الديفارول في الطبيعي ما بيسببش حساسية، لكن هو زي أي دواء ممكن يظهر عند بعض المرضى حساسية تجاهه، ولكن خد بالك وحاول تفرق بين الحساسية المهددة للحياة واللي بتشمل احمرار، حكة، تورم اللسان وصعوبة في التنفس، وبين الألم الطبيعي اللي بيكون في مكان الحقنة بس. الأولانية طبعا هي اللي خطر، وقتها ممنوع تستخدم حقن الديفارول. تامن سؤال: إيه هي أضرار حقن الديفارول؟ زي ما ذكرنا في الأول الآثار الجانبية بتظهر بس في حالة استعماله بجرعات عالية، واللي هتسبب أضرار منها ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم والبول، فقدان الشهية والوزن، الشعور بالوهن والتعب، شدة العطش مع كثرة التبول، التأثير سلبا على الكلى. آخر سؤال: هل الديفارول حقن آمنة في الحمل والرضاعة؟ والإجابة هنا إن الديفارول ينفع يستخدم في الحمل والرضاعة، وده بشكل طبيعي جدا، بس لازم قبلها تستشير الطبيب المعالج عشان يحدد الأنسب للحالة.